أهلا بيكم في حلقة جديدة على اليوتيوب. علشان تخس وتخسر من وزنك جسمك بيتعامل بمعادلة واحدة بس، هي كالوري ان كالوري اوت. السعرات اللي انت بتدخلها من اكل مقابل السعرات اللي انت بتحرقها. لو دخلت لجسمك سعرات اقل من اللي انت بتحرقها هتخسر وزن، والعكس لو دخلت لجسمك سعرات اكتر من اللي انت بتحرقها هتزيد في الوزن. ملهاش حل تاني، دي الطريقة الوحيدة اللي جسمك بيشتغل بيها. علشان كده هنتكلم في حلقة النهاردة عن اشهر الاخطاء اللي الناس بتعملها وهي بتحاول تخس، وبيخلّي جسمهم يعند معاهم ومش بيخسّوا ولا بيشوفوا نتايج وبييجي لهم إحباط، وممكن تكون بتعمل الأخطاء دي وأنت مش واخد بالك. فكمّل معايا الفيديو للآخر وأوعدك هتطلع مستفيد. معاكم جورج رضا بقناة دكتور فِت، ويالّا بينا نبدأ الحلقة. أول غلطة وأشهر غلطة معانا على الإطلاق واللي معظم الناس باشوفهم بيعملوها وهي الدايت القاسي. إنك لمّا تيجي تبدأ دايت ممكن الحماس ياخدك وتبقى عاوز تقلل في أكلك جامد وتقلل سعرات جامد وتفضل مجوّع نفسك طول اليوم ومعذّب نفسك، وفاكر إنك كده هتخس وهتعمل نتيجة قوية وفاكر إن عندك قوة وإرادة. لكن يؤسفني أقول لك إن الحركة دي أخطر بكتير أوي من إنك لو قعدت تاكل كتير جدًا ودخلت لجسمك سعرات كتيرة جدًا، ولمّا تجوّع نفسك وتعذّب نفسك مش هتخس برضه. علشان في الأول ممكن تحس جسمك بينزل في الوزن ونزلت كام كيلو واللي أصلًا أغلبهم مَيّة، لكن هتيجي بعد فترة وجسمك هيعند معاك وهينزل بالميتابوليزم أو معدل الحرق لأرقام واطية جدًا، علشان جسمك ذكي جدًا أكتر ما أنت متخيل. هتكون مدخّله في وضع الstarvation mood كأنه في مجاعة، فهيضطر يحافظ على الوظايف بتاعته بأقل السعرات والطاقة الممكنة، فهيقلل الميتابوليزم بتاعه عشان خاطر يعوّض نقص الأكل والطاقة اللي أنت مدّيه له، وهيحاول يشغّل نفسه باللي موجود. ده غير أصلًا لمّا تجوّع نفسك وتفضل معذّب نفسك طول اليوم، اليوم هيعدّي عليك بالعافية ومش هتبقى ولا عارف تركّز في شغلك، أو لو بتذاكر مش هتعرف تركّز في دراستك، وممكن تبقى متعصب كمان طول اليوم وما لكش نِفْس تعمل أي حاجة. ده غير أصلًا إن نسبة إنك تبوّظ في الأكل وما تقدرش تمسك نفسك بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، وهتيجي في مرّة مش هتقدر تمسك نفسك وهتاكل أي حاجة قدّامك ومش هتعرف توقّف، وممكن تفضل في الوضع ده أيام وأسابيع كتير وتفضل تاكل ووزنك يرجع يزيد تاني أكتر بكتير من اللي أنت خسيته قبل كده، وترجع كمان يمكن أسوأ من الأول. غير إنك هتيأس من فكرة الدايت وتكره الدايت وتكره اليوم اللي عملت فيه دايت أصلًا. ممكن توقّف وتيجي تمسك نفسك تاني وتعمل نفس الموضوع وترجع تاني تبوّظ وتخش في نفس الcycle دي. تمسك نفسك كام يوم وتجوّع نفسك جامد وتيجي تاني تبوّظ وتفتح في الأكل، ومش بعيدة كمان تخش في مشاكل نفسية وتخش في حاجة اسمها الbinge eating، إنك ييجي لك شَرَف في الأكل وأمراض نفسية وليلة كبيرة. وللأسف الcycle دي ناس كتير واقعة فيها، وللأسف أنا أعرف ناس كتير برضه في الموضوع ده، ومش بيطلعوا منها غير لمّا يعملوا الكام حل والكام نقطة اللي أقول لك عليهم دلوقتي، وهو إنك تمشي على دايت ونظام غذائي متوازن فيه كل العناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها من بروتين ونشويات ودهون صحية، وبيكون في عجز بسيط في السعرات الحرارية، ما يكونش عجز كبير أوي زي اللي كنت عامله قبل كده، علشان تقدر تستمر عليه فترة وما تجوعش، ويكون هدفك هو تغيير لايف ستايل كامل ومايند سيت في الأكل وطريقة تفكيرك عن الأكل عامةً، مش مجرد تعذب نفسك وتجوع نفسك كام يوم بس عايز تخسهم وترجع تاني تبوظ. طب ما طبيعي هترجع أسوأ من الأول. لكن لما تغير فكرك عن الدايت وتعمل دايت مناسب ليك في عجز بسيط في السعرات تستمر عليه فترة وهينزلك في الوزن برضه، ويكون تفكيرك وأهدافك على المدى البعيد مش تبص تحت رجليك بس، وما يكونش بقالك عشرات السنين مبوظ في أكلك ومش مهتم بجسمك ولا بشكل جسمك ولا بصحتك، وتيجي في كام يوم بس والّا كام أسبوع عاوز تمشي على دايت تصلّح كل حاجة. وده اللي هياخدنا للنقطة التانية معانا النهارده، وهي ما تحاولش تقطع النشويات أو تقللها على الآخر، ولا تحاول تمشي على أنظمة الدايت اللي هي الكيتو أو الlow carb أو الBCMS. أنظمة الدايت دي مش هدفها الlong term ومش life style، وأصلًا نظام دايت زي الكيتو ده أصلًا كان معمول للناس اللي عندها صرع أو مشاكل نفسية، فابعد عن أي نظام دايت فيه نشويات قليلة أو قاطع فيه نشويات خالص، ابعد عنه تمامًا، عشان أنت أصلًا الأكل بيتكون من 3 حاجات: بروتين وكارب أو نشويات ودهون، ما ينفعش تقطع حاجة منهم، لازم تدخّل الماكروز ال3 دول لجسمك بنسب مختلفة على حسب أهدافك وجسمك والمستوى اللي عاوز توصل له، وعلى حسب تمرينك لو بتتمرن، لكن ما ينفعش تقلل حاجة منهم خالص أو تقطع حاجة منهم خالص. وتالت أشهر غلطة معانا وهي نسبة البروتين. ناس كتير فاكرة أو ممكن تقول لك أنا عايز أخس بس مش فارق معايا شكل جسمي ولا فارق معايا العضلات، أنا بس عايز أخس، تقوم تقلل أكل في البروتين كمان عشان خاطر يقللوا من السعرات اللي داخلة جسمهم كمان تاني، فمش بيهتم بالبروتين اللي داخل الجسم، وهو أصلًا ما يعرفش إنه لازم ياكل بروتين عشان خاطر يحافظ على نسبة العضلات وعلى قد ما يقدر، علشان كل ما نسبة عضلاته هتزيد
كل ما معدل حرقه هيزيد، وغير شكل جسمه هيكون افضل وصحته احسن، وحركته عامه على مدار اليوم كويسه. بالذات عند البنات والستات لازم يهتموا باكل البروتين كويس علشان يحافظوا على صحه البشره والضوافر والشعر والعضلات. عندهم مهمه جدا عشان يحافظوا على قوام وشكل الجسم كله. واخر اشهر غلطتين معانا معظم الناس بتعملهم في الدايت، وهي اهمال النوم واهمال شرب الميه. لو فاكر انك بتمشي على الدايت تمام والتمرين بتاعك تمام، بس بتيجي اخر اليوم تفضل تسكرول طول الليل على الموبايل وتفضل سهران فتره طويله وتنام متاخر وتصحى متاخر، او كمان تنام متاخر وتصحى بدري ما تلحقش تنام اصلا، سواء كنت رايح الشغل او الدراسه، وفاكر انك كده هتعمل نتائج كويسه، تبقى غلطان. كل ما تدي لجسمك كفايته من النوم والراحه الكافيه عشان يعمل فيها الريكفري بتاعه والاستشفاء بتاعه، كل ما جسمك هيديك نتائج احسن. تحاول تظبط نومك على قد ما تقدر وتبعد عن السهر، هيفرق معاك جدا في النتائج بتاعتك. ده غير كمان السهر ممكن يخليك همدان طول اليوم وتلبسها في الدايت، تقول بص الدايت مخليني همدان طول اليوم ومش مركز، وانت اصلا سهران طول الليل بتسكرول على السوشيال ميديا. وطبعا شرب الميه مهم جدا. احنا حرفيا بنقول في كل حلقه اشرب ميه كويس، اشرب ميه كويس، اشرب ميه كويس. بالذات لو انت عامل دايت ومقلل اكلك شويه، الميه هتملى من حجم المعده، فبالتالي هتزود احساسك بالشبع وتقلل احساسك بالجوع. غير طبعا فوائد الميه تاني كتيره جدا. فالخلاصه وانت عامل دايت، اتاكد انك مدخل لجسمك الثلاث عناصر الاساسيه الثلاثه: البروتين والكارب او النشويات، يفضل طبعا تكون نشويات معقده، والدهون الصحيه هيلثي فاتس. وما تعملش عجز كبير في سعراتك الحراريه، وما تقللش اكلك جامد وتعذب نفسك طول اليوم، واشرب ميه كويس ونام كويس على قد ما تقدر. ولو عاوز تسهل على نفسك كل ده، الموضوع بسيط جدا. تقدر تبدا معايا في خدمه التدريب الاونلاين، انا بظبط لك بنفسي نظام التمرين بتاعك مشروح بالفيديوهات بكل التفاصيل، العادات بتاعتك، وقت الراحه، المجموعات بكل شكل، ونظام الدايت من الاكل اللي انت بتحبه واللي انت بتختاره. ويبقى قدامك الماكروز والسعرات في كل وجبه قدامك، غير طبعا المتابعه مع بعض 24 ساعه، وبتسالني اي سؤال واقف قدامك وبجاوبك على طول. فحرفيا مش هتكون محتاج اي حاجه تاني. ولو عاوز تشتري مكملاتك الغذائيه من مكان مضمون، يبقى اكيد دكتور فيد ستور. هحط لكم لينك الويب سايت في الديسكربشن تحت، تقدر تدخل وتشوف كل المنتجات اللي موجوده. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عندكم اي سؤال او عاوزين نتكلم في موضوع معين في حلقات جايه، اكتب لنا في الكومنتات تحت. وما تنساش، جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا حلقات الجايه.